من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت ثم إنكم يوم القيامة تختصمون. يا أمة الله بنت حواء اذكر العهد الذي خرجت من دار الدنيا إلى دار الآخرة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن المنكر والنكير حق وأن السؤال حق وأن الجواب حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن البعث حق وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى حق وأن الساعة تأتي كما بين الأذان ستبعث من في القبور وأنك رضيت بالله واحدا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى في القرآن العزيز منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها أخرى. الآن يأتيك الملكان الكريمان المبشران المحسبان فلا يجزعان ولا يفداك ولا يهداك فإنهما خلق من خلق الله تعالى. فإذا سألك المخلوق وما النبي وما إمامك وما دينك وما قبلك وما إخوانك وقل الله ربي ومحمد رسولي والقرآن إمامي والكعبة أمتي والإسلام ديني والمؤمنون والمؤمنات كلهم إخواني على ذلك كلمتي وعلى ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله وأنت يا أيتها النفس اللهم يا على القبور اللهم اغفر لنا القبور آمين. ولو أنا صبر